الفراعنة وجمال الفراعنة. معانا النهاردة فنانة من نوع خاص، معانا الفنانة نانسي. ازيك يا نانسي؟ الحمد لله كويسه، الحمد لله بخير ومبسوطه النهارده في مشاركتي هنا في المعرض سيد الصاوي، اللي هو المعرض الجميل ده بتنسيق الفنانه علا ابراهيم. طبعا مبسوطه جدا ومشاركه النهارده بهاند ميد شغل فرعوني، معرض ريشه عالميه بايدي عربيه. النهارده انت عامله لوح كلها فرعون صح؟ كلميني عن لوحتك بقى. لوحتي عن كليوباترا اللي انا عارضاها النهارده، عن الملكه كليوباترا طبعا وجمالها وسحر الفراعنه، الملك توت عنخ امون. طبعا انا بحب الشغل الفرعوني جدا لان شغل هاند ميد. انا مشتغلاه على جلد طبيعي، ده جلد طبيعي نباتي. برسم بالوان صبغه، بجيب الوان صبغه ايطالي مستورده، برسم بيها على الصبغه بدقه شديده عشان تطلع بالمنظر ده وميبقاش فيها اخطاء على الجلد ويبقى الجلد نظيف وسليم يعني. وفي الاخر ببروزه برواز شيك، برده بيبقى شغل جميل جدا وراقي جدا ومش اي حد بيعمله. وهو افضل كمان من وجهه نظري من ورق البردي كمان، ان ده عمره اطول وبرواز وحاجه شيك وهتبقى قيمه وتعيش يعني العمر كله. ان لو حد اقتنى لوحه زي كده، انا ده شغلي وهاند ميد من A to Z. انا اللي برسمه وبلونه على الجلد، ومش بس بعمل الحاجات دي، بعمل شغل بينتنج برده، بعمل شغل بالفحم، شغل بالرصاص، شغل بالسوفت باستل، وشغاله برده هاند ميد شنط وشنط جلد طبيعي ومحافظ، وبشتغل في الهاند ميد برده. طب قولي لي انت اصلا دارسه ولا هاويه؟ انا اساسا مهندسه مدني وبرده بدرس في الديكور والعماره والحاجات دي، وخريجه هندسه اسكندريه 2014 مدني. وبرده ليا لمسات فنيه لان انا برسم من وانا صغيره، من وانا عندي 4 سنين برسم، فالموهبه اتطورت معايا بقى. اشتركتي في معارض قبل كده؟ طبعا اشتركت في معارض كتير جدا في اسكندريه، في قصر ثقافه الانفوشي، في اوبرا اسكندريه، في اوبرا القاهره، في كل المعارض، مكتبه مصر العامه. كل المعارض اللي انا اشتركت فيها كانت في اسكندريه والقاهره، برج القاهره، مع معرض جريده الاهرام. اشتركت في معارض كتيره جدا على مستوى اسكندريه ومستوى القاهره. لو هنقدم النهارده كلمه شكر نقدمها لمين؟ اقدمها لمامتي طبعا، كلمه الشكر دي لانها دايما بتساعدني وبتسندني ودايما بتيجي معايا المعارض، ما تفوتش معرض لما بتجيلي، دايما بسعد بوجودها جدا وبوقوفها جنبي، وهي دايما محافظه على موهبتي وانا صغيره وبتنميها لي. اتشرفت بيكي جدا يا نانسي، ومزيد من التفوق والنجاح. شكرا. الله يخليكي، ميرسي حبيبتي، ميرسي، شرف ليا، شرف ليا.